السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تمام. سألتوني كتير الصيف والحر ده هنعمل فيه ايه في الجو الحر زيادة عن اللزوم. بصوا يا جماعة، الله اكبر، الله عظيم، انا محمد رسول الله. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم الفجر جدا كده عشان ربنا يبارك ويوسع الرزق ان شاء الله ليا ولكم، ومحدش يعرف يا ولاد الرزق فين. هنقول معلومة وهنقول على العرض بتاعنا. المعلومة يا جماعة ان النهاردة بفضل ربنا الحمد لله رب العالمين، يعني عايشين بكرم وفضل ربنا علينا. السمك مضروب بطريقة يعني احنا نفسنا بنتنفس نار، ما بالكوا السمك والمية السخنة بتاعته. يعني انت الصبح لما تقومي تغسلي وشك كده، او انت تقوم تغسل وشك كده بذمتك او بذمتك، بتطيق المية اللي انت بتحطها على وشك من كتر ما هي سخنة ونار قايدة من الشمس والحر اللي احنا فيه. ما بالك السمك؟ فالسمك يا جماعة والله العظيم دايب دوبان الملح. السمك يعني اللي بيجيب سمكتين من عند ربنا كده ربنا كرمه بيهم وحلوين بيبقوا مفلتة. تمام. سألتوني كتير الصيف والحر ده هنعمل فيه ايه في الجو الحر زيادة عن اللزوم. بصوا يا جماعة، السمك اللي انتوا شايفينه دهوني تمام تلاتات، سمك تلاتات. دي حباية كبيرة فيهم جاية فيهم كده تمام، وفي برضه كبير تحته. انا ما غسله، ماليش رصه، انا غسله بس في ايه، السمك ما شاء الله فيه وفيه تمام، ما شاء الله السمك تلاتات. فبسم الله ما شاء الله انا جايب دولت، يعني شوف اللي بيدن عليا ازاي، وانا من الساعة 10 وانا فين على المية بلم السمكتين دول. ما جبتش الا شوية لهم وشوية السردين دهم اللي انتوا شايفينهم، والباقي كله سمك ما يتاكلش اهو. السردين اهو. طبعا السمك اللي موجود كله بشاير، ده انا منقيهم من حركة 20-30 طاولة، لان السمك بتاع ولاد عمي فبيسمحوا لي ان انا اعمل كده، غير كده محدش يعرف يعمل اللي احنا بنعمله ده. تمام اهو. ده طبعا من وسط 30 طاولة، مفيش 20 كيلو، ما يجوش حتى 20 كيلو. تمام اهو. السردين هبيعه يا جدعان بعد الملح ب100، والسمك ده هبيعه بعد الملح ب180. بيتهيالي مفيش اسعار كده خالص خالص يعني، بس احنا ما بندقش ونقول يا رب وربنا يرزق الجميع. تمام يا ولاد، اللي عاوز ياكل عيش فيهم يكلمني. تمام. 20 كيلو فسيخ وقول 8 ولا 10 سردين. المعلومه يا جماعه النهارده وانت بتشتري السمك بتاعك ما انتش ضريع في انك تدور على السمكه كويسه وتالف السمكه كويسه، يبقى تخليك انت في الشغل اللي انت بتفهم فيها دلوقتي. عايز تشتغل يعني بتشتغل اصلا في الفسيخ وغاوي، اشتري جاهز، مش شرط من العبد لله، حاشا لله. انا يعني بيجي لي رزقي، والله بيجي لي رزقي، بس دور على الانسان اللي انت بتثق فيه عشان خاطر ايه ما تقعش في المحظور. دي السؤال اللي جالي النهارده، عايزين نجيب سمك بطريقه كويسه وبطريقه ناجحه وما يضحكش علينا. فانت هتجيب من مين؟ هتروح تنقي وانت ما انتش فاهم فيه. مين اللي هيجي يقول لك ده حلو ده وحش؟ سيبك من الكلام ده، هو مش هيديك الحلو ويرمي الوحش. لازم تكون انت بتفهم في الشغل، ما انتش ضريع فيها يعني ولسه يعني على الله لسه. خلاص جيبه جاهز مع تملح من حد جاهز يكون مسؤول منه او مسؤول عنه لحد ما يجي لك. تمام كده. في الجو الحر ده هوني حذاري حذاري تروح السوق وتشتري سمك بايدك، حذاري. يعني ممكن اخلي ده عنوان الفيديو، حذاري تروح السوق وتشتري بوري للتمليح. اليومين دهم لازم تجيبيه من حد يكون بتثق فيه جدا ويجيب لكم مسؤول عنه لحد ما يتملح. يا ما كانش تجيبيه جاهز متملح فسيخ وانت ايه تاخديه منه وتبيعه على طول. لكن ان انت اليومين دول تروحي وتدوري وتجيبه وبعدين يطلع فيه وفيه وفيه، لا حرام، السمك غالي. انا بقول ده ب180 قسما بالله يخسر، لكن الحمد لله بعمل يعني بروح السوق، بشتغل دلوقتي في السوق، ببيع واشتري في السوق، وبعد كده بجيب لي ايه شويه وانا جاي املحهم. يعني انا ايه بطلع يوميتي الحمد لله. فلو انا جبت دولت عشان خاطر القناه ببيع طبعا عشان خاطر القناه، عشان خاطر القناه ما تقعش لازم اجيب ايه حاجات نبيعها في القناه. تمام. بس هو ده مجرد الشغل بتاعي. انما انا لو بكسب وكلام من دوني اقل حاجه ابيعه ب 200 جنيه عشان يطلع لي منه 2-3 جنيه ولا حاجه، لازم ابيعه ب 200 جنيه. فاهمين ازاي؟ وانا من النوع اللي هو لو يعني سمكه كبيره زي دي انا ما بشيلهاش من السمك، بسيبها معاه. في ناس تنقي سمك كبير بسعر والصغير بسعر، هو جايبه كله بسعر واحد، لكن ايه بينقيه؟ انا ما فيش عندي ده. انا بجيب السمك كبير ببيعه كبير، صغير ببيعه صغير، هو كده زي الرنجه بقول عليها ان هي فضيه، وقسما بالله كل اللي بياخد بيقول لي مبطرخه. يعني كل اللي بياخد بيقول له والله يا ابو رجب ده مبطرخه، بس انا جايبها لانها فضيه فباع لانها فضيه.
اهو سمك نيتي صلاة النبي بوحده اهو، سمك عرض تطبل عليه اهو. اللهم صل على النبي. اللي عايز ياكل عيش يا جماعة في يوم يكلمني من عنده ومن عنده. سمك صلاة النبي على ربنا يحسن سوهم يا رب ويرزق منهم اللي ياكلهم. تمام اهو، شوية برهمنا وشوية سردين هم. ماشي يا طبعا بسيب بنقعه في مية وملح عشان ينزل دمه. ده بإذن الله هتاكل منه زبدة فلاحي، زبدة تعمل منه كحك وبسكوت. ده صلاة النبي أحسن عليه إن شاء الله 3 4 أيام بالكتير قوي، هما 3 أيام كفاية عليه كمان ويطلع بإذن ربنا من غير مقاطعة أهو. فحذاري ثم حذاري تروح السوق وتشتري سمك تملحي، حذاري ثم حذاري. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. جاي النهارده على القناه وعلى الخاص بلاوي سودة يعني الناس اللي بتجيب السمك ويطلع فيه مشاكل ويطلع فيه معيوب. انت يا بنت الحلال انت تشتغل فلوسك ولا جوزك اللي قال فلوس، بندفع الدم عشانهم. خلاص يبقى احنا نجيب الحاجه المضمونه. عايزه تجيبي من فلان او من علان حاجه بس تكون واثقه فيه وهو واثق فيكي، تكون انتوا الاثنين ملتزمين ان السمك يجيلك في سيخ متملح زي الفل، او يجيلك سمك مظبوط، سمك نيه تملحيه انت او هو يملحه لك زي ما انتوا عايزين، بس يجيلك سمك صحيح، سمك يكون لا مشنة ولا يكون معيوب ولا يكون ملحوق ولا يكون الشمس لطعاه ويكون معوم. حتى لو معوم برضه ده يبقى ملطوط من الشمس. السمك اللي شايفينه عينه اهي وعامله ازاي في ايدي خشبه اهي. طبعا ده بسيبه ساعتين بس ولا حاجه ولا اقل واقوم مملحه وارجع ارز يعني انكم عارفين له طريقته. تمام. ربنا يوسع عليكم وعلينا ويكفينا شر يا رب الوحش وشر ابن الحرام اللي بيظلم الناس وبيخرب الدنيا كده هون وبيخلي الناس تحرم تشتغل. يعني في ناس كتير تابت تقول لك يا ما انت شغالها والله ولا انت عامل حاجه يا عم، انا هرجع لاي حاجه تانية كنت بعملها. كان شغال وكويس وباكل عيش، انت كرهته في الشغل وخوفته من الشغل، حرام اتقي الله. يعني مش عارف والله اقول ايه الناس اللي يعني ما بيفكروش الا في نفسهم السلبيين دول. لا لازم نفكر في غيرنا عشان ربنا يكرمنا ازاي ما نفكر في غيرنا. اللهم اهدنا يا رب واهدي الناس اجمعين. فيا ولاد اهم اللي عاوزهم ياخدهم، مش هقول لحد لا. ولو هو تبع القاهره ولا العزبي اسكندريه والقاهره ابعتهم له على حسابي من عندي ومن عندي. تمام. اهو سمك لا بياكل ولا بيشرب بيتحط في الفريزر، واللي عاوز يبدا مشروع معايا يتوكل على الله وانا هعلمك تعمل ايه وتعينه ازاي وتحافظ عليه ازاي. تمام. يلا يا اولاد ربنا يوسع علينا وعليكم. هسيبكم بقى واروح اصلي الفجر، ادعوا لي وكده وربنا يوفقنا ويتقبل مننا ويطرح فيكم البركه يا رب، ويشوفكم كده ان شاء الله كل الحريم اللي في البيوت ده اشوفهم بيبقوا من احسن الناس وبيرزقهم وبيبيعوا وبيشتروا وبيبقوا احسن مني انا شخصيا. يلا اسيبكم في رعايه الله وتصبحوا على الف خير. السلام عليكم.